سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، والفيديو هذا يلاقيكم في احسن الاحوال ان شاء الله. نرحب كامل بالمتتبعين تاعي الجداد، ونرحب كذلك بالاقدام، ونقول لكم كامل مرحبا بكم في القناه تاعي. شرفتوني وبكم اللي راني نجيب لكم فيديوهات يعني كيما طلبتوها مني، وصفات اقتصادية بمعنى الكلمة، وتقدر وحدة أي وحدة يعني جامي دخلت المطبخ تقدر تجربها. اليوم البنات كيما راكم تشوفوا جبت لكم دجاجة محمرة ومحشية بالروز الداخل، تجي ما شاء الله وأحسن من تاع المطاعم. اليوم كيما قلت لكم جبت لكم المطعم للدار، تروحوا المطعم. الوصفة هذه يعني جربوها من أول تجربة يا البنات، راح تنجح لكم. كيما راكم تشوفوا هنا البنات، نبداو الوصفة على بركة الله. نجيب هنايا دجاجة الحجم تاعها واحد الكيلو ونص هكذايا، ما تفوتش 2 كيلو، باش تجي كيما نقولوا الدجاجة هنا تاعي البنات. شوطها يعني حاجة خفيفة برك، نحيت لها برك هذاك الريش تاعها، وغسلتها بالخل والقارص، وشللتها مليح. رجعت بيضة كيما راكم تشوفوا. نجيب التوابل هنايا تاعي اللي رايح نماريني بهم الدجاجه تاعي. هنايا عندي البنات فلفل كحل، وعندي راس الحانوت، وعندي شويه تاع كركم، وعندي هنايا توابل، تابل الكاري بالملح. هنا البنات كنت جبها لي زوج في الليل، مارينيتها في الليل. هنايا كنت نصورها معكم في الظلمه، ومن بعد باش غدوه في الغداء نديرها باذن الله باش تشرب لي كامل هذه لامارينات تاعها. كيما راكم تشوفوا هنا البنات، حطيت كامل التوابل اللي قلت لكم عليهم، زدت معاهم مغرف لبس بها تاع طماطم مصبره. فوالا، واش رايحه نزيد هنايا؟ درت معاها الملح، وهنايا مغرف مليحه ثاني على حسب الدجاجه تاع لا موطارد. وهنا كنت عصرت حبه قارص ولا نص، اللي ما عندوش القارص يدير الخل، وانايا درتهم في زوج كانوا متوفرين عندي باش تعطي بنه روعه الحامض هذاك، يعطي واحد البنه ما شاء الله في الدجاجه تاعي. هاكا نخلط كامل هذوك لي زانغريديو توابل، نزيد معاهم حوالي ربع كاس تاع الزيت، او كيما نقولوا 4 حتى 5 مغارف. فوالا، نزيد نخلط كامل هذوك المقادير، التوابل هذوك كيما راكم تشوفوا. يعني صورت لكم قد ما طقت، جبت لكم كامل، صورت لكم كامل اللقطات اللي قدرت عليهم. يعني والله غير صعيب باش واحد يطيب في نفس الوقت ويصور وكامل. يعني اللي ما عندوش قناة ما يحسش كي واحد عنده قناة يقولوا هذه راهي كلش حاجة بالسهل. والله هو حاجة بتجيش بالسهل. عليه يا البنات نقول لكم دعموني خياتي، دعموني، ما تبخلوش عليا بلي كونتار وبلي جام والضغط على الجرس باش هكا يلحقكم كامل الجديد تاعي على جال. باسكو صح رانا نتعبوا في القناه هذه، والله يا البنات ربي معانا ويحسن عون صاي. المهم نرجعوا للوصفه البنات. هنايا جبت، كنت رايحه نطيب هنا الروز تاعي اللي نحشي به الدجاجه. هنا درت حبة بصل وحبة زرودية وشوية تاع زيت، واللي كان عنده متوفر جلبانة في الدار راح يضيفها تعطي بنة. ما كانش عندي مفرة، عوضتها بالزيتون كاسي. نحمس هذوك التوابل، نحوس عفوا هذوك الخضر اللي درتها. وديجا كنت ما قبل شمخت الرز تاعي، غسلته مليح حتى تنحى منه هذاك النشاء اللي فيه، يبقى اللون تاعو كما شفتوا الرز بيض بيض. نبقاو نغسلوه حتى يصفى كامل، ومن بعد نضيفوه في الرز تاعنا يكمل يتحمس مع الخضره. انايا درت حوالي كاس ونص، وانتم ديروا على حسب العائله تاعكم.
هنايا التوابل راني ندير هنايا نفس التوابل اللي درتهم في الدجاجه رايحه نضيفهم في الروز تاعي. درت فلفل اكحل، درت كمون، درت شويه زعفران، هنايا درت شويه زياده كي باش يجي الروز تاعي صفر، نحبو يجي صفر هكذا باش يعطي لون كيما نقولوا ذهبي. العين تاكل قبل الكرش، راني مورفه نقولها لكم. كيما راكم تشوفوا، وفلفل اكحل وكمون وملح بطبيعه الحال، كل واحد وعلى حساب المذاق تاعو. انا درت راس الحانوت، يعني التوابل اللي ما شفاش التوابل اللي درتهم في الرز يرجع في اول فيديو. اي واضحه التوابل اللي درتهم قلت لكم في الدجاجه راح نضيفها في الرز. وتابل الكاري كما تعرفوه متواجد، متوفر عند اللي يبيع الاعشاب وتوابل. هاكا نحمس بشويه ونوليك نحكم هذاك الكاس ونص تاع الرز اللي كنت شمختو كما قلت لكم. هاكا ضفته كامل، نزيد نخليه يتقلى مليح معه ونمر يطيب. يعني ما نخلوش حتى يذوب هذاك الرز، نخليه يطيب شويه برك. وهنايا البنات هاوليك الروز تاعي كيما راكم تشوفوا بعد ما طاب لي. هنايا البنات نسيت حاجه، كي كان يطيب الروز بعد ما مرقته نسيت ما صورش معكم، درت عليه زوج ورق تاع الرند مع خصن وزوج يعطي بنه. الروز يحب الرند بزاف مع زعتره، جربوها بهذه الطريقه وتشوفوا كيفاش تختلف البنه. هنايا نحي فمل كيما راكم تشوفوا، هاوليك طاب لي على حبه واحده كيما راكم تشوفوا. راني نوريه لكم هنايا في الكاميرا ان شاء الله تكون صوره واضحه برك. فوالا هنا البنات نجيب الدجاجه تاعي ونبدا نحشي فيها بالرز. الضغط الرز ضغطوه بالمغرف اللي تعمروا بها للداخل هكا باش تتعمر لكم مليح، وتبعوا الطريقه. هنايا البنات بعد ما كملت عمرتها حكمت لي كوردون كيما راكم تشوفوا. تحكموا هذيك الجلده اللي تجي زايده على الدجاجه، ترجعوها للجهه اللي من هي وتبداو تخيطوا الدجاجه. دخلوها في الجلده هذيك زايده ودخلوها في اللحم وخيطوك شغل راكم تدخلوا في الابره. فوالا بهذه الطريقه. وكاين طريقه اخرى ثاني بالابره والخيط نورمال وتخيطي الدجاجه تاعك باش ما يخرجش هذاك الروز كي طيب لنا. هنايا البنات هذيك لامارينات قعدت لي باتت فيها الدجاجه قعدت لي من الفوق، رايحه نديرها هكايا نفرخها كامل فوق الدجاجه ونزيد عليها حوالي كاس ولا زوج تاع الماء، كاس ونص انا درت هاكا كيما راكم تشوفوا، ونحط عليه الدجاجه. هنايا البنات نحكم رجليها كيما راكم تشوفوا، ما بغاوش لي كوردو يجوا يدخلوا في الرجلين الكويسه. احكم كيما راكم تشوفوا وربطتهم، لازم تربطوهم باش تجي الدجاجه محكومه ما تجيش طلقه روحها كي تتحمر. كي نلموها صافي تتحمر تجي الكويس تاعها يتحمروا ويجوا هايلين. هنا راني نربط فيها ونزيد نحكم لها الجناحتين تاعها كيما راكم تشوفوا هنا طايحين. درك نحكم الكوردون ثاني طريقه يعني سهله وواضحه. هنا البنات هاي ليك ربطت لها رجليها مليح، زدت حكمت لي كوردون وبيكيتهم في الجناحتين تاعها باش تجي محكومه. بعدها درت لها بابي كويسون بابي الومنيوم، لوستهم مليح عليها
ودخلتها في الفور في الكوشة طيب. هنا البنات كانت الكوشة بزاف سخونة والتليفون درتو لداخل راكو تعرفوا. هنايا جيت كانت مر عليها حوالي 20 دقيقة. كيما تشوفوا زادت طلقت لنا هذاك الزيت صوص اللي طلقها الدجاجه زيتيه كيما شفتوها بزاف. نحكم نفتح الدجاجه من البابي كامل ونبقى نسقي عليها جهه الصدر باش يتشرب لنا هذاك الصدر ويجينا شامخ الداخل كيما تعرفوا صدر ناشف ما يجيش شامخ بزاف. فوالا الطريقه هذه نديروها على ملي تبدا طيب الدجاجه. انا دات لي ساعه ونص الدجاجه باش طابت لي. درت هذه العمليه درتها شي 4 خطرات وانايا نفتح الكوشه نزيد نحكم هذيك لاصوص ونفرخها فوق الدجاجه. سورتو الطريقه هذيك ديروها ثاني كي تتحمر كي بعد باش تتحمر الدجاجه نحيو البابي كامل اللي درناها على الدجاجه نحيو ونخليو الدجاجه وحدها نشعلوا الكوشه من الفوق ونخلوها تتحمر بهذه الطريقه. هنا البنات كيما راكم تشوفوا كنت فتحت الدجاجه تاعي وشفتوها لي بسهوله طابت لي زبده ما شاء الله. والبنه ما نحكي لكمش والله يا البنات تجربوها هذه المره رايحين تعودوها يعني عده مرات في رمضان ان شاء الله ويلك تبرب ربي. يعني كما تعرفوا رمضان راه قريب الابواب تاعو راهي قريبه ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب للجميع. وان شاء الله تجوزوه كامل بالصحه والهنا وياتي برزقه واحد ما يخمم ما يقلق ما والو. فوالا هذه الدجاجه اللي شاريتها معكم اليوم خياتي. وانتم ثاني ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه والضغط على الجرس يا البنات ضغطوا لي على الجرس هكا باش يزيدوا يكبروا لي زابوني تاعي ونجيب لكم جديد. وديروا لي كومونتير شباب كيما نتوما يا الغاليات يا الزينات. كيم يعني راني نحسبكم يعني نتوما والله كيما خياتي نحكي لكم ليش كي نعود هكا نمونطي معاكم يعني منفتحه يعني عادي شغل نعرفكم ومعاشرتكم يعني عده سنوات ورانا كامل خوا عند ربي. فوالا انتو كيما قلت لكم